السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة والأخوات، أسعد الله صباحكم أو نهاركم سعيد. حقيقة أتمنى النصر والتوفيق للأخوة في القوات المسلحة، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ده واجب وطني في هذه الظروف. عندي رسالة، ادينا إشارة امبارح حوالي الساعة 5 صباحا لكل الوحدات والقطاعات لقوات الصمود المشتركة للعسوان بالحياز في صف القوات المسلحة، وأكرر الآن كل الضباط صف والجنود والوحدات الآلياتية الخاصة والمراكز التدريب والعمليات الحربية لقوات الصمود المشتركة درع السودان يجب أن تقف جنبا عن جنب في صف واحد مع الأخوة في القوات المسلحة. النصر حليف شرفاء الأوطان، والنصر حليف القوات المسلحة. تحية لكم جميعا. أكرر تعليمات توجيهات لكل القطاعات، جميع أرجاء السودان، دارفور، جنوب كردفان، النيل الأزرق، مروي، حلفة، بورسودان، الخرطوم، اللبيض، النيل الأبيض، كلكم تامة الاستعداد وقوفا جنبا عن جنب للقوات المسلحة، لأنه نحن القوات المسلحة. وتحدثنا في هذا الأمور، وأنا بشكر الأخوة ضباط شرفاء القوات المسلحة الذين اتخذوا هذا القرار بعد ما استمعوا لما قلته. ورسالة للشعب السوداني، يجب أن تنحازوا في الظروف لقواتكم المسلحة. أرضا خلافات، أرضا مصالح، قلناها قبل أسبوع وبالأمس عبر الكلوب هاوس. أرضا مصالح، الناس تقف جنب القوات المسلحة الذي ظلت حامية السودان من سنة 56 ليومنا هذا، والنصر للقوات المسلحة. أما الخزي والعار لأحزاب اليسار والعملاء وأشباص علي ياسر عرمان. قلنا لكم الباري جداد امشي الكوشه، ولا يمكن لأي إنسان وطني ابن وطن سوداني حر أصيل أن يدعم ميليشيا ضد جيشه الوطني. رسالتي للأخوة ناس كيكل والأخوة الذين انحازون للحرية والتغيير مؤخرا أو لم يتلقون دعم القوات المسلحة من أجل المصالح والمكاسب الشخصية، فأرضا حقوق من أجل مصير السودان. وأطمنكم الآن قوات الصمود المشتركة درع السودان واقفة جنبا عن مع قواتها المسلحة، ولا تسمع الإعلام المضلل على العربية والجزيرة. الواقع غير ذلك، الأمر كله تحت سيطرة القوات المسلحة. ويجب على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الرسمية الأخرى القبض على ياسر عرمان وكل الصعاليق بتاع الأحزاب السياسية اليسارية والزج بهم تحت الأرض. الله فيكم وجزاكم الله خير، ونحن معكم كل ساعة. والآن ضباطنا واقفين معكم جمعا، وثلاثة وحدات للدعم السريع الآن سلسمت القوات المسلحة. وحقيقة أتمنى من الأخوة ضباط الدعم السريع في كردفان، في دارفور، وفي كل مكان، الحصة وطن، ليس حصة بتاعت آل دقلو أو حميتي أو ضرحي. الحصة للوطن. لا توجهوا الأسلحة في وجه أخوانكم الذين صنعوا قياداتكم، وكلكم كنت همكم الوطن وأنتم الضحية في النهاية. وطمن جميع مطار مروي تحت سيطرة القوات المسلحة، والدم الدق تدمير كل مغرات الدعم السريع. اطمئنوا، أنا بتكلم من قلب الحدث. استخبارات موجودة، قواتنا موجودة جنبنا، ولا تشتغلوا بالإشاعات بتاعت قناة الصولة، فكل الإعلام مضلل. الواقع غير ذلك. النصر للقوات المسلحة، النصر حليف الأبطال، النصر للشعب السوداني. عاش السودان حرا أبيا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.